أبدأ بالأهلي ومباراته المرتقبة بعد 3 أيام فقط ضد سيمبا التنزاني في دار السلام في افتتاح الدوري الإفريقي لكرة القدم دوري السوبر. إمام عاشور الآن بين يدي السويسري مارسيل كولر المدير الفني. كولر يضم لقائمة الفريق المسافرة إلى دار السلام، يلعبه أساسي، يقعده احتياطي، يبقي أساسا في القاهرة. كل دي خيارات بين يدي كولر بعد ما قرر الأطباء في الجهاز الطبي للنادي الأهلي إن إمام عاشور أصبح طبيا سليم 100% وجاهز لكرة القدم. لكن إمام عاشور بعيد عن الملاعب والمباريات والتدريبات والتقسيمات والكورة بقاله 9 أيام. من وجهة نظري الشخصية كولر لن يغامر بإمام عاشور أساسيا أمام سيمبا في مباراة تحتاج السرعة والجهد، وفي نفس الوقت لا يخاطر بإبعاده عن الرحلة إلى تنزانيا أو عن الدخول في القائمة على أمل الاستفادة به لبعض الوقت وحتى لو كان وقت قصير في المباراة. توقعاتي كولر ياخده معاه إلى تنزانيا ويقعده احتياطي، وممكن خلال الفرصة دي نشوف مجدي قفشة أساسي في تشكيل الأهلي بدور جديد. لكن المفاجأة الأكبر اللي ممكن يوريها لنا كولر هي المغربي رضا سليم. هل يحط رضا سليم في مركز المهاجم المتأخر اللي تحت راس الحربة بين الجناحين؟ مركز ما تعودناش عليه من رضا سليم، لكن كان بيلعبه مع الجيش الملكي المغربي. كولر عنده اختيار ممتاز في خط الوسط في الارتكاز بين 4، بين اليو ديانج النجم المالي وبين مروان عطية وأحمد نبيل كوكا اللي لسه راجعين من منتخب مصر من أبو ظبي، وكريم ندفيد العائد للفريق. أكمل توقعاتي الشخصية إن كولر هيبدأ بمحمود كهربا راس حربة مش الفرنسي أنتوني موديست، وده طبيعي لأن مباراة سيمبا والأهلي في دار السلام هتبقى مباراة عايزة مجهود جبار من كل اللاعبين، وعايزة ضغط عالي جدا من مهاجمي الأهلي على خط الدفاع التنزاني. في الحالة دي كهربا أفضل كتير من موديست في موضوع بذل الجهد وفي الحركة الكتير. كولر عنده مراكز ثابتة قليلة في تشكيلة الأهلي لمباراة سيمبا. يدوب محمد الشناوي حارس مرمى، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم قلبي دفاع، واليو ديانج في الارتكاز، وبيرسي تاو في الجانب اليمين هجوميا وبس. في الباك اليمين محمد هاني أقرب كتير من خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق. في الباك الشمال علي معلول أقرب من كريم الدبيس. في الارتكاز مين جنب ديانج؟ مروان عطية أقرب من كوكا وندفت. مين في الوسط؟ مجدي قفشة ولا إمام عاشور ولا رضا سليم؟ مين يلعب جنب بيرسي تاو؟ كهربا أقرب من موديست، وحسين الشحات أقرب من أحمد عبد القادر. زعلني قوي النهاردة وأنا بشوف جزء من مباراة منتخب تونس في اليابان مع المنتخب الياباني في كوبي. زعلني ان انا اشوف علي معلول قاعد احتياطي 90 دقيقة 90 دقيقة احتياطي. طب يا جلال يا قدري يا مدير الفني لمنتخب تونس، خدته معاك ليه وقعدته معاك ليه في اليابان وما سبتوش يرجع للنادي الاهلي يكمل ويتمرن مع زمايله؟ غريبة الحقيقة، غريبة لما تبقيه معاك 4 أيام في اقصى الشرق علشان تسيبه احتياطي 90 دقيقة وتخليه يسافر سفرية مدتها 24 ساعة قبل مباراة الأهلي وسيمبا، وكأن جلال القدر بيحمل ضغينة للأهلي. علي معلول طلع من ملعب كوبي وتونس خسرت 2-0 لمطار كوبي، ركب الطائرة اللي متجهة الآن إلى أبو ظبي في الإمارات، رحلة طويلة 11 ساعة، ينزل ترانزيت في أبو ظبي في عز الليل ويسافر مع نسمات الفجر إلى دار السلام غدا إن شاء الله، يسبق بعثة الأهلي في تنزانيا. بس واضح قوي إن إحنا بينتظرنا
حفل افتتاح مثير في ملعب دار السلام الرئيسي قبل مباراة سيمبا والاهلي يوم الجمعة في افتتاح الدوري الافريقي. كنا نتمنى ان الافتتاح ده يكون في ظروف احسن من كده. الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر اقامة مباراة ميدياما الغاني مع النادي الاهلي في المجموعة الرابعة في دوري الابطال في ملعب كيب كوست في مدينة كيب كوست جنوب غانا. ميدياما بيلعب في ملعب TNA اللي هو في مدينة تاركوا اللي هي في وسط غانا، وده ملعبه ودي مدينته. لكن الملعب TNA اللي سعته 10,000 متفرج فقط ما خدش موافقة الكاف لإقامة المباريات، وبالتالي ميدياما هيلعب مبارياته في ملعب كيب كوست على المحيط الأطلنطي. مدينة كيب كوست على فكرة كلها أول عن آخر 170,000، والملعب كله 20,000 متفرج. بمناسبة المتفرجين وفي مواجهة الانخفاض الحاد في الإقبال على شراء تذاكر مباراة كأس السوبر المصرية بين الأهلي والزمالك في البحرين، المباراة اللي هتنطلق الساعة 7 مساء الجمعة المقبل إن شاء الله في مدينة المنامة، الانخفاض الشديد بسبب تعارض موعد المباراة 7 مساء مع مباراة سيمبا والأهلي في الدوري الأفريقي 6 مساء. اللجنة المنظمة للمباراة خفضت أسعار التذاكر لأدنى قيمة ممكنة على أمل حضور الجمهور. التذكرة في الملعب كله الموحدة $3، أقل من 3 دولار. الملعب اتقسم لأربع أقسام: جمهور الأهلي وجمهور الزمالك وجمهور العائلات للأهلاوية وجمهور العائلات للزمالكوية. الزمالك سبق في إعلان قائمة الفريق اللي مسافرة إن شاء الله غدا إلى البحرين، وفيها النجم الأمريكي العائد للزمالك مايو جو. بينما الأهلي لم يعلن حتى الآن قائمته، وإن كان من المتوقع أن يكون معها النجم الأمريكي الجديد مارك لايونز، لكن أوجستين بوش المدير الفني الأسباني للنادي الأهلي أجل إعلان القائمة الغد، وغالبا هيستبعد 2 من اللاعبين اللي كان زعلان منهم في البطولة العربية الأخيرة. إنما قمة كرة اليد في الدوري المصري تتلعب النهاردة الساعة 8 مساء في صالة القوات المسلحة في سموحة في الأسكندرية، بين صاحب الملعب أو صاحب الصالة نادي البنك الأهلي اللي في المركز الثاني في الدوري العام بعد 9 مراحل برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، كسب 8 مباريات وتعادل مباراة وخسرها برميات الجزاء بعد ما انتهت بالتعادل. الأهلي في المركز الأول برصيد 27 نقطة من 9 مباريات فاز بيها جميعا، وفاز بيها كلها في الوقت الأصلي. مباراة تبدأ النهاردة الساعة 8 إن شاء الله، اختبار قوي جدا للنادي الأهلي قبل ما يسافر إن شاء الله إلى السعودية لخوض نهائيات كأس العالم أو سوبر جلوب للأندية اللي هيواجه فيها نادي النور السعودي وبعدين نادي برشلونة الأسباني. نادي الأهلي دعم صفوفه النهاردة باللاعبة الفرنسية إيباتومبو في الكرة الطائرة للسيدات، دعم مهم جدا. النادي الأهلي عانى الموسم الماضي بعد رحيل 5 من لاعباته إلى نادي الزمالك، والفريق فضى جدا وفاز ببطولة الدوري وخسر الكاس، لكن دعم صفوفه والفريق هيضم الفرنسية إيباتومبو، واحدة من الضاربات الممتازات على الشبكة إن شاء الله. بنهني النجم المصري نايل نصار اللي توج بالميدالية الذهبية للفروسية الجائزة الكبرى في الولايات المتحدة. تقرر رسميا إيقاف الدوري العام من يوم 2 يناير حتى منتصف شهر فبراير، شهر ونص كامل بدون الدوري العام. الفترة دي هيتلعب فيها كأس الأمم الإفريقية من 13 يناير إلى 11 فبراير في ساحل العاج. إيقاف الدوري لمدة 45 يوم هيقام خلالها مباريات كأس الرابطة، والاشتراك في كأس الرابطة إجباري. الأهلي ما رضاش يشترك في البطولة الموسم الماضي فطلع تعديل
ان الاشتراك اجباري لانديه الدوري الممتاز، وبالتالي الاهلي هيلعب فيها بدون 7 بدون 8 بدون 9 بدون 12، لان الاهلي هيتاخد منه كام لاعب لمنتخب مصر؟ اديكم شايفين 7 في المنتخب اللي لعب في ابو ظبي، وده غير طبعا بيرسي تاو وعلي معلول واليو ديانج وممكن رضا سليم كمان. بقالنا دلوقتي